بيبدأ فيلم النهاردة في باريس مع النشال المحترف مايكل واللي بيدخل أحد الحفلات وبيبدأ يسرق محافظ الناس ببراعة شديدة جدا. وعلى الجانب الآخر في وحدة المخابرات المركزية في باريس بنشوف العميل المخضرم شون وهو قاعد قدام مديره توم، وكان معاه زميلته كارين واللي بيبقوا متضايقين منه لأنه سبب دمار كبير جدا في آخر مهمة ليه. لكن شون ما بيكونش مهتم قوي لأن أهم حاجة بالنسبة له إنه نفذ المهمة بنجاح وخلاص. لكن توم ما بيكونش عاجبه الكلام ده، خصوصا إن شون بيدخل أي مهمة بيحولها لساحة من الفوضى. بس وقتها بتطلب كارين من توم يسيبهم شوية مع بعض، وبتعرف شون إنها عملت المستحيل علشان تجيبه باريس يشتغل معاها، ولازم يلعب وفقا للقوانين لأن الأجواء هنا خطيرة. وبمناسبة الخطر فبنشوف شاب اسمه إكزافيير بيحط متفجرات جوه دبدوب وبيديه لحبيبته زوي علشان تروح تسيب الدبدوب ده في مكتب فرنسي ويفجروه علشان يوصلوا للحكومة رسالتهم على حسب اعتقاده. وفي الوقت ده بطلنا النشال بيروح عند شخص اسمه البابا واللي بياخد منه كل الحاجات اللي بيسرقها وبيديله مقابلها فلوس، ورغم انه بياخد كل حاجة منه بسعر قليل الا انه اضمن واحد يتعامل معاه في المدينة كلها. في حين ان زوي بتلبس باروكة وبتحط الدبدوب في شنطتها علشان تروح تنفذ المهمة، وبيبان عليها القلق رغم ان إكزافير اكد لها ان محدش هيكون موجود في المكتب ولا هيتأذى. وبالفعل بتوصل زوي للمبنى اللي فيه مكتب الحزب المنشود، وبتدخل المكتب تلاقيه فاضي فعلا، وكانت لسه هتسيب الشنطة وتمشي لكنها بتتصدم ان في عمال نظافة موجودين وكده هيتأذوا، فبترتبك جدا وبتقرر تاخد الشنطة وتنزل بسرعة. وبتقف قدام المبنى وهي بتتصل بإكزافير تزعق معاه لأن في ناس في المكتب فوق، وبتأكد له إنها مش هتقدر تعمل كده وبتقفل السكة في وشه، وبتقعد على الأرض تفكر وهي منهارة. مين بقى اللي بيكون شايفها من بعيد؟ هو نشالنا المفضل مايكل اللي بيستغل حالتها وبيروح يخطف الشنطة من جنبها في لحظة من غير ما تشوفه. وطبعا زوي بتتصدم وبتفضل تدور في كل حتة ومش بتلاقيه. أما إكزافير فبيكون قاعد مع زعيم العصابة رافي وبيعرفوا إن زوي خافت وهترجع بالشنطة، فبيصدموا رافي إنها لو عملت كده هيقتلها ولازم المكتب ده ينفجر النهاردة مهما كلف الأمر. وفي الوقت ده بيفتح مايكل الشنطة وبيلاقي فيها الدبدوب ومعاه موبايل، وبيلاقيه بيرن فبيفتح يسمع الصوت، وبيكون إكزافير عايز يتكلم مع زوي لكن مايكل ما بيهتمش وبياخد التليفون وبيرجع الدبدوب للشنطة لأنه مش هيحتاجه، وبيروح يرميها جنب مبنى الحزب وبيمشي على طول. لكنه بيتصدم إنها بتنفجر فجأة في الشارع وناس كتير بتتصاب وبتموت بسببها. وطبعا مايكل بيبقى مصدوم ومش مستوعب اللي حصل لكنه بياخد بعضه وبيمشي فورا قبل ما حد يشوفه. في الوقت ده رافي والمساعد بتاعه كريس بيسمعوا أخبار التفجير، ورغم إنه مش في المكان اللي هم عايزينه لكنهم بيقرروا يبعتوا التهديد للحكومة وبيعرفوهم انهم هيعملوا تفجير تاني كمان 36 ساعة. وعلشان كده بيطلع رئيس الشرطة الفرنسية جامي في مؤتمر صحفي وبيأكد للجميع انهم رفعوا حالة الطوارئ القصوى، خصوصا ان العيد القومي بتاعهم كمان كام يوم ولازم يعدي بسلام. اول بقى ما بيخلص بيلاقي احد رجالته وبيوريه صورة مايكل اللي لقطتها الكاميرات، وبيعرفوا انهم شغالين على تحسينها حاليا علشان يعرفوا هو مين بالظبط، فبيطلب منه يبعتها للمخابرات الامريكية علشان يساعدوهم وما ينشرش حاجة حاليا للاعلام. على طول بقى عند المخابرات الامريكية بيتعرفوا على هوية مايكل وبيعرفوا انه اتولد في فيجاس وابوه كان عنده كازينو قمار وحياتهم ماشية بالحرام وكله تمام، لحد ما الراجل مات وساب وراه ديون كتير من القمار طبعا، وتحول مايكل لمحتال ساعتها وكان عليه 4 قواضي قبل كده، فقرر يسيب أمريكا ويجي يعيش في فرنسا، وأمه ما تعرفش عنه أي حاجة بقالها 18 شهر. ساعتها بقى شون بيعرفهم إنه تواصل مع أمه أكتر من مرة عن طريق كابين التليفون في شارع معين، وإنه أكيد ساكن في الشارع ده ولازم يروحوا يجيبوه لأنه حتى الآن متسبب في موت 4 أشخاص بالانفجار وإصابة آخرين. فبيأكد له توم إنهم مش في شيكاغو هنا ولازم يتصرفوا بهدوء وبحرص شديد من غير إطلاق نار ومشاكل. المهم تاني يوم بيتصدم مايكل إن صورته بتتعرض في الأخبار، فبيلف الفلوس بتاعته حوالين وسطه علشان يهرب من هنا بسرعة، لكن وهو نازل بيشوف شون واقف تحت بيسأل جيرانه عليه، فبيرجع فورا للبيت وبيقرر يهرب من طريق السطح، بس شون بيشوفه وبيطلع يطارده فورا بكل شراسة، ومن شدة التوتر بيوقع مايكل الشنطة بتاعته في الشارع، لكن بيقرر يكمل جري على أسطح البيوت بدل ما يتمسك. بس شون مش بيسيبه، ولما بيلاقيه دخل أحد البيوت بيدخل وراه فورا، فبيحاول مايكل يخدعه بكل الطرق، لكن العميل المخضرم ما عندوش يا مرحميني، التاني ينط هو ينط وراه والتاني يجري وده يجري وراه برضه.
وبتستمر المطاردة الشرسة دي لحد ما بينزلوا الشارع، ومايكل وقتها بيسرق جاكيت وموتوسيكل وبيفكر انه هرب منه خلاص، لكنه بيتفاجئ بشون بيديله ضربة قوية يوقعه على الأرض في الحال وبيقبض عليه. وفي الوقت ده رافي بيتصل بإكزافير وبيعرف إن زوي عنده، ولما بيسأله عن الشاب اللي طلعت صورته في الأخبار فبيحكي له إن الشاب ده سرق منها شنطة المتفجرات من غير ما تاخد بالها، فبيطلب منه يخليها عنده وهو جاي له حالا. بس أول ما بيشوفهم إكزافير من الشباك بيفهم إنهم هيقتلوا زوي، وبيروح يعرفها بسرعة وبيطلب منها تهرب في الحال قبل ما يقتلوها، وبينزلها من الباب الخلفي بسرعة قبل ما يطلعوا. أما شون فبياخد مايكل لمنزل آمن علشان يحقق معاه، وبيبقى عايز يعرف منه عن موعد الهجمة الإرهابية التانية، لكن وقتها بيحكي له مايكل إنه نشال وسرق الشنطة وما كانش يعرف اللي فيها. فبيحاول شون يخوفه ويعرفه إنه بمكالمة واحدة هيوديه ورا الشمس، لكن مايكل بينهار وبيعرفه إنه سرق الشنطة من بنت وبيديله مواصفاتها. فبيسأله شون لو راح المكان اللي سرقها منه هيشوف صورته ولا لأ، لكن بيصدمه مايكل إنه بيسرق من الأماكن اللي ما فيهاش كاميرات علشان محدش يتعرف عليه، وبيحاول يفهمه إنه أفضل نشال في البلد ومعندهوش ولا سابقة قبل كده. فبيقرر شون يفكه وبيطلب منه يسرق محفظته علشان يثبت كلامه. فبيلمسه مايكل وهو متوتر وبيعرفه إن محدش طلب منه يسرقه قبل كده، وبيلمسه مرة كمان وبيسكت. فبيقول له شون وقتها المحفظة لسه مكانها يا حبيبي، لكن بيصدمه مايكل وبيقول له بس الفلوس اللي جواها اختفت يا حبيب قلبي، وبيوضح له انه سرق المحفظة من اللمسة الأولى ورجعها له تاني من غير فلوس في اللمسة التانية. فبيغضب شون انه ضحك عليه بالطريقة دي وبيطلب منه يقعد علشان يربطه، وما بياخدش باله ان مايكل سرق السكينة الصغيرة من على الترابيزة. المهم في الوقت ده بيبقى رافي وكريس قدروا يتتبعوا التليفون اللي كان مع زوي ووصلهم للبيت اللي فيه شون ومايكل حاليا. فبيستغرب شون وبيطلع يفتح الباب علشان يشوف ايه الحكاية، فبيلاقي رافي بيعرفه انه معاه طلبية لزوي، فبيوضح له شون انه غلطان في العنوان، لكن مايكل بيبقى فك نفسه، واول ما بيخرج من الأوضة رافي بيشوفه فبيحاول يقتحم البيت، وكريس بيرمي قنبلة دخان عليه فورا. فبيشتبك شون معاهم بمنتهى القوة والعنف، لكن رافي بيديله ركلة في دماغه ويفقد الوعي، وبياخد كريس وبيطلع يجري فورا. ومايكل وقتها بيستغل الفوضى وبيقدر يهرب من المكان هو كمان. فبيتصل شون على توم وبيعرفه اللي حصل، وبيأكد له ان 2 من الشرطة الفرنسية هجموا عليه وبيدوروا على بنت اسمها زوي، وانه معتقد انها مفتاح القضية بعد ما مايكل عرفه انه سرق شنطة المتفجرات منها. فبيطلب منه توم يركز على مايكل ويقبض عليه مهما كلف الامر. وفي الوقت ده بتكون كارين قاعدة مع جيمي واللي بيديها صورة مايكل وبيأكد لها انه امريكي، وبيحكي لها ان الشرطة هجمت على بيت النهاردة ولقوا جواه غرفة استجواب مخفية، لكن طبعا كارين بتنفي ان ليهم علاقة بالموضوع ده نهائي، وبتأكد له انها هتتابع معاه اول ما توصل لها معلومة. اما رافي فبيكون مجتمع مع رجالته وبيأكد لهم انهم لو نشروا الفوضى زي ما هم مخططين هيقدروا يسرقوا البنك الفيدرالي في اليوم الموعود. والمفاجأة بقى ان رافي بيطلع قائد في الشرطة الفرنسية، لكن فاسد هو والمجموعة اللي معاه، واللي بيستدعيه وقتها جيمي وبيعرفوا انه جالهم اخبارية بوجود قنابل في المركز الاسلامي. فبيروح هو وفريقه على هناك فورا وبيخلوا المكان، وواحد من فريقه وقتها بيزرع قنبلة معاه في السقف وبينادي على الجميع علشان يعرفهم انه لقى قنبلة في المركز فعلا. وبالشكل ده بيتم القبض على جميع الموظفين علشان يعرفوا مين اللي متورط. في الوقت ده برضه بيوصل مايكل لمكان البابا وبيطلب منه مكان يستخبى فيه، وبيأكد له انه ملوش علاقة بموضوع التفجير اللي حصل ده. فبياخدوا وقتها يقعدوا عنده في الدور اللي فوق مع باقي عيلته، لكن الصدمة ان البابا بيتصل بالشرطة الفرنسية علشان تيجي تقبض عليه. وطبعا رافي اللي بيقود الحملة دي وبيعرف زمايله انهم هيطلقوا النار على مايكل لو لقوه مسلح، وبيوريهم السلاح اللي جايبه معاه زيادة علشان يقولوا انه كان مسلح فعلا ويقتلوه. وفي الوقت ده بيحس مايكل بحركة غريبة، وأول ما بيبص من الشباك بيتصدم من عدد أفراد الشرطة اللي طالعين، وكمان البابا قفل عليه الأبواب علشان ما يقدرش يهرب، لكنه بيلاقي كسر في الجدار اللي قدامه فبيدمره وبيعدي من فتحة صغيرة. وبيشوف وقتها الرجالة وهم نازلين ضرب في البابا بمنتهى العنف، لكنه بيطلع يجري بأقصى سرعته من المكان، ورافي بيشوفه فبيبلغ القناص علشان يصطاده أول ما يخرج للشارع. مايكل بقى على طول بيلاقي الليزر جاي عليه، لكن شون بيظهر قدامه وبياخده في العربية بسرعة وبيهربوا من المكان. وبيبقى مايكل مستغرب ان الشرطة كانت هتقتله. وعلى العموم بيبقى فيه مظاهرات في كل شوارع المدينة بسبب الهجوم الغير مبرر على المساجد اللي موجودة بعد اللي حصل في المركز الإسلامي. وفي الوقت ده بتروح زوي تستخبى عند ناس صحابها لحد ما الدنيا تهدى شوية، واللي بيرحبوا بيها فورا لأنها واحدة منهم. أما شون فبيتواصل مع توم علشان يعرفوا الوضع الحالي،
فبيطلب منه يخلص الموضوع طالما مسك مايكل، لكنه ما بيعرفوش إن مايكل معاه وبيقفل السكة. وبيعرف مايكل إنهم لازم يلاقوا زوي علشان يفهموا منها الصورة كاملة، بس مايكل بيبقى خايف وبيطلب منه يقبض عليه بتهمة السرقة وخلاص، لكن بيأكد له شون إنه لو اتقبض عليه هيحاسب على المشاريب كلها. وبيروحوا البيت صاحبها وبيسألوه بلطف، لكن الراجل لما بيلاوع مع شون بيتعصب وبيدخل وهو رافع السلاح وبيحط المسدس في بق واحد تاني وبيهدده انه هيموته. لكن وقتها باقي الشله بيطلعوا يولعوا في عربيه شون وبياخدوا زوي معاهم وبيهربوا فورا. فبيضطر شون يوقف عربيه ويسرقها علشان يطلع وراهم هو ومايكل، لكنهم اختفوا خلاص. فبيضطر شون يلجأ لحل تاني، خصوصا انه يعرف مكان شغل واحد من شله زوي. لما بيوصلوا لمكانه بقى بيطلب من مايكل يعمل شغله وينزل يسرق محفظة الواد ده علشان يعرفوا مكان بيته، وبيحفزه شون وبيقوله لو عايز تثبت براءتك لازم نلاقي زوي، والواد ده أكيد يعرف مكانها. فبيدخل مايكل فعلا للحانة اللي بيشتغل فيها على البار، وبيسرق تليفون شخص ضخم كده وبيحطه في جيب واحد تاني علشان يعمل مشكلة ويلفت الانتباه. فبيرن الشخص الضخم ده على تليفونه وبيلاقيه مع الراجل، فبيروح يتخانق معاه، وساعتها بيضطر صاحب زوي يطلع فبيسرق من جيبه المحفظة بمنتهى السهولة وبيعرف عنوان بيته. وبيطلع بعدها يدي بطاقة الهوية لشون اللي بيتحرك على العنوان فورا. ولما بيسأله مايكل إذا يقدر ينضم للوكالة معاه بيعرفوا إنه عنده الإمكانيات وهيقرروا بعدين. أثناء الطريق بقى بيلاحظوا المظاهرات من المقنعين في الشوارع كلها، خصوصا بعد انتشار فيديو مزيف لاعتداء الشرطة على مسلمين، وبيبقى رافي وأتباعه اللي عملوا كده طبعا. المهم بيوصل بعدها مايكل وشون البيت صديق زوي، وبمجرد ما بيقتحموا الشقة بتظهر زوي وبتحط سكين على رقبة مايكل، لكن شون بيقدر يديها ضربة واحدة وبياخد منها السكينة فورا. وبيبقى عايز يعرف منها مكان وميعاد القنبلة اللي جاية ضروري، وبيأكد لها إن شكلها مش إرهابية وأكيد اتورطت بطريقة ما. فبتهدى زوي وبتأكد له إنها ما تعرفش غير إكزافير حبيبها وبتديله عنوانه. فعلى طول بيتواصل شون مع توم وبيعرفه باللي بيحصل وإنه هيروح حالا على بيت الشخص اللي سلم زوي القنبلة. لكن لسوء الحظ أثناء ما بيكونوا ماشيين بيقابلوا رافي وكريس واللي بينزلوا بالمسدسات فورا وبيضربوا عليهم، فبيضطر شون يسوق بأقصى سرعة لحد ما بيفلت منهم. وبيوصلوا بعد كده لبيت إكزافير أخيرا، لكن الصدمة لما بيدخلوا وبيلاقوه مشنوق وميت. فبيدور شون في المكان وبيفهم إنه كان شرطي، وبيبدأ يجمع الأحداث وبيتأكد إن الشرطة متورطة في اللي بيحصل. فبينزل يتكلم مع زوي وبيعرفها إنه كان شرطي متخفي ولعب عليها علشان تنفذ كلامه مش أكتر. وبيتصل بكارين يعرفها إن الشرطة هم المجرمين الحقيقيين وإن في حد بيتلاعب بالمدينة لهدف غير معروف حتى الآن. فبتعرفه إنها تتواصل مع مدير الشرطة جيمي لأنها بتثق فيه وتعرف منه أي معلومة. أما رافي فكان واقف يقول خطاب كراهية لأتباعه لأن بعد ساعة من دلوقتي هينفذوا مخططهم الأكبر، بس الرجالة بتبقى قلقانة لكن رافي بيقدر يطمنهم. ومع طلوع النهار بتروح زوي تقابل جيمي فعلا وبتعرفه إنه عنده دايرة إرهابية وسط أفراد الشرطة بتوعه. فبيتصدم جيمي خصوصا لما بتأكد له إن معاها شهود على الكلام ده وهتسلمهم له. وأول ما بيعرف مكانهم بيطلب منها تتصل بيهم وتعرفهم كلمة السر، وبمجرد ما بتعمل كده بيطلع جيمي مسدسه وبيضرب عليها النار أكتر من مرة يقتلها. وبيتصل برافي يبلغه بموقع شون واللي معاه علشان ياخدهم لمكان هادي ويقتلهم. وبنفهم بقى ان جيمي هو العقل المدبر للعصابة الإجرامية دي من البداية. وفعلا رافي بيبعت رجالته بشاحنة للمكان المطلوب وبيركبوا شون ومايكل وزوي معاهم. لكن في الطريق زوي بتاخد بالها من شرطي فيهم شافته قبل كده وبتشاور لشون، واللي بمجرد ما بيلمح وشم معين في ايده كان على ايد إكزافير بيفهم انهم من العصابة. وفي لمح البصر بيهجم عليهم فورا بمنتهى المهارة، وطلقة وقتها بتخرج بتيجي في السواق تخلص عليه. ومايكل بيحاول يساعده وبينزلوا ضرب في الاتنين ضباط بكل قوة، وزوي بتخنق واحد فيهم لحد ما العربية بتقف. وساعتها المرافق بيفتح الباب فبيقتلوا شون هو والباقيين بالمسدس. وفي الوقت الحالي المتظاهرين كلهم بيروحوا ناحية بنك المدينة وبيحتشدوا قدامه. وطبعا جيمي بيطلع في مؤتمر يعرف الجميع انه مضطر يا عيني يبعت رجالته لداخل البنك علشان يأمنوه من الهجوم اللي ممكن يحصل. اما شون فبيتواصل مع توم علشان يحكي له اللي حصل، ولما بيعرف ان كارين مختفية بيفهم ان جيمي قتلها وهو رئيس العصابة الحقيقي. واول ما بيعرف شون منه ان جيمي بعت الشرطة علشان يحموا بنك المدينة بيفهم كل حاجة وبيأكد له انهم هيسرقوا البنك. لكن توم بيعرفوا انهم مستحيل يخرجوا بالفلوس دي كلها وبيطلب منه يتراجع، لكن شون بيرمي السماعة وما بيهتمش لكلامه.
بنشوف بقى دلوقتي إن رافي ورفاقه من اللصوص وصلوا للبنك بالفعل، وبيدخلوا بمنتهى الهدوء والثقة يتجاوزوا كل الحواجز الأمنية بما إنهم طلعوا كل الموظفين. أما شون فبيطلب من مايكل وزوي يفضلوا في العربية وهو هيدخل لوحده، فبيستغرب مايكل لأنه هيدخل لوحده كده من غير دعم، لكن شون الأسطوري ما بيهتمش وبيتنكر في زي واحد من الشرطة علشان يدخل بسهولة. أما رافي ورفاقه فبيعطلوا الكاميرات والإنذار وبيدخلوا للخزنة، بس هدفهم مش الفلوس ولا الذهب، لأ، هدفهم هو كمبيوتر خاص جوه الخزنة، ورافي بيحط فيه فلاشة علشان يسحب ملايين العملات المشفرة دفعة واحدة، وكان فاكر إنهم حصلوا على المال بسهولة وهيهربوا بعدها. ما كانش يعرف إن شون اقتحم المكان وضرب واحد من رجالته وتبادل إطلاق النار مع التاني، ولما بيحاول واحد يهجم عليه بيقتله وبياخد منه الدرع علشان يحمي نفسه. أما زوي ومايكل فبيسمعوا اللي بيحصل في اللاسلكي وبيفهموا إن شون محاصر، ومايكل بيبقى قلقان، لكن زوي بتتشجع وبتقرر تنزل من العربية فبيروح وراها. بيندمجوا بقى وسط المتظاهرين وبيشجعوهم على اختراق جنود الأمن المركزي علشان يدخلوا كلهم للبنك، وفعلا بيقدروا يحفزوهم علشان تعم الفوضى، وبيكسروا باب البنك وبيقتحموه تحت أنظار الجميع، وده بيدي فرصة لشون إنه يقتل واحد كمان من رجالة رافي، وبيهجم على التاني يخلص عليه بمنتهى المهارة. وأول ما بيشوف زوي ومايكل بيفهم إن هما اللي عملوا الفوضى دي. بيدخل بقى الخزنة على رافي وبيشوفه هو بينقل العملات المشفرة، لكنه بيرمي عليه قنبلة وبيبعده في الحال، وباقي رجالته بيروحوا وراه وبيتبادلوا إطلاق النار معاه، بس شون بيلعب معاهم بذكاء وبيحدف ناحيتهم قنابل علشان يشتتهم. بيطلع بقى هو يشتبك مع رافي وبيحبسه جوه غرفة معينة، وبيفضل يقاتل في كريس بمنتهى العنف والشراسة علشان يخلص عليه، لكن كريس بيبقى عنيد وبيحاول يقتله بكل الطرق، بس شون بيسحب منه قنبلة وبيفجره في الحال. أما رافي بيبقى هيتجنن ومش عارف يدخل، فبيقرر ينسحب هو والرجالة بسرعة لأنه خلاص أخد الفلاشة، وبيتصل وقتها جامي عليه بسرعة وبيطلب منه يهرب فورا لأن الدنيا مقلوبة في الأخبار. أما شون فبيتصل بمايكل وبيعرفه إن رافي خارج قدامه ومعاه فلاشة فيها 500 مليون دولار في جيبه، فبيفهم مايكل المطلوب وبيقرر يسرقها منه. ورافي بيطلع وقتها بيشوف رجالته ميتين وبيبقى متضايق على الآخر، خصوصا إن المتظاهرين حواليه من كل مكان ولابسين أقنعة، وفجأة بيدور على الفلاشة مش بيلاقيها معاه فبيتصدم أكتر، وبيفضل يشيل الأقنعة من عليهم لحد ما بيلاقي زوي، فبيضرب طلقة في الهوا علشان الكل يقعد على الأرض، وبيطلب من شون يظهر فورا قبل ما يقتلها. ساعتها حراس الأمن بيبقوا مصدومين من اللي بيعمله طبعا، لكن هنا بقى بيقوم مايكل وبيكشف القناع من على وشه، بس شون بيكلمه في السماعة وبيطلب منه ما يتحركش من مكانه نهائي، وبيخرج شون بالفلاشة علشان يديها لرافي قبل ما يقتل زوي، لكنه كان هيضربه بالنار فبينط عليه شون في اللحظة الأخيرة، وجامي بيدي الأمر بتصفية رافي فورا لما بيشوف اللي بيحصل في الكاميرات. أما زوي فبتروح تطمن على شون اللي أخد طلقة في دراعه ده، واللي بيعرف منها إن مايكل اختفى من البنك فورا، والشرطة بتطلع تشيد بتخطيط جامي طبعا، لكن بتطالبه بالقبض على المفجر مايكل. فبيروح جامي عند الباب يعرفه إن أكيد مايكل هيحتاج جواز سفر مزور علشان يخرج من البلد، ولما بيأكد له إنه ما يعرفش مكانه بيطلب منه ينشر أخبار إنه عايز يتواصل معاه بنفسه. وفعلا بيروح مايكل الكنيسة يقابل جامي، وبيأكد له جامي إنه هيديله فلوس وهوية جديدة يسافر بيها أي مكان يحلم بيه، وفي المقابل بس يديله الفلاشة اللي معاه. وفعلا مايكل بيسلمه الفلاشة علشان يخلص من المشاكل دي، وبياخدوا جامي معاه لمكان معزول على أساس يديله الفلوس اللي اتفقوا عليها، لكن فجأة بيطلع السلاح علشان يقضي عليه، وهنا بيتصدم بشون بيحط السلاح في دماغه، فبيهددوا جامي انه هيقتله لو ما نزلش سلاحه، لكن شون ما بيهتمش وبيضرب مايكل بالنار، وبيطلع افراد الشرطه الفرنسيه المتعاونين معاه علشان يقبضوا على جامي، وبيتضح انه اتفق مع مايكل وكان ملبسه واقي ضد الرصاص للحظه زي دي. ولما بيخرجوا بيطلع مايكل الفلاشه يديها لشون لانه قدر يسرقها تاني، وبيقرر شون ساعتها يضمه للوكاله ويشتغل معاهم لان مهاراته حلوه. فلو عاوز تشوف مغامراتهم اللي جايه اتاكد انك مشترك في القناه ومدمر الجرس، لان الجزء الجديد اول ما ينزل هتبقى اول واحد يشوفه. يا رب يكون الملخص عجبكم، ولو وصلتوا لحد النهايه ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل زي ما بتعملوا دايما، واللي اول مره يشوفنا يشترك في القناه علشان يشوف كل الملخصات اللي جايه. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.